لو انت طالب مغترب او جالك كلية بعيدة عن بيتك ومحتار تسكن في المدينة الجامعية ولا تسكن في سكن خارجي، فالفيديو ده هيفيدك ان شاء الله. هعرفك فيه ازاي تختار بين المدينة الجامعية والسكن الخارجي وعيوب ومميزات كل واحد فيهم. اول نقطة هنتكلم عنها وهي نقطة المصاريف. طبعا السكن الجامعي ده بيبقى مدعم من الحكومة، فبالتالي مصاريفه بتبقى اقل بكتير من السكن الخارجي. طبعا انا هنا بتكلم عن الجامعات الحكومية، بخلاف مثلا الجامعات الخاصة مصاريف السكن الجامعي فيها بيبقى غالي جدا، يمكن اغلى من السكن الخارجي او قده تقريبا. بخلاف السكن الخارجي مصاريفه بتبقى غالية جدا، ده غير كمان مصاريف الخدمات زي المية والكهرباء والنت. فنقطة المصاريف دي طبعا هتتفوق فيها المدينة الجامعية. تاني نقطة هنتكلم عنها وهي نقطة الأكل. طبعا الأكل في المدينة الجامعية ما بيبقاش أحسن حاجة، لأن طبعا اللي بيطبخ ده مش بيطبخ على قدك أنت لوحدك، لا ده بيطبخ لآلاف غيرك. بخلاف مثلا السكن الخارجي، فأنت ممكن تعمل أي أكل أنت عايزه، ممكن تاخد أكل من والدتك، وكمان بتبقى فرصة إنك تتعلم الطبخ. فطبعا في نقطة الأكل السكن الخارجي هيبقى أفضل. ثالث نقطة هنتكلم عنها وهي الراحة والخصوصية. طبعا المدينة الجامعية انتوا بتبقوا ساكنين من 4 ل 6 في الأوضة، فأنت بيبقى ليك يعني بالكتير أوي ربع أوضة أو سدس أوضة، فبالتالي يعني مفيش راحة ولا خصوصية أبدا. ده غير كمان إنك ممنوع مثلا تطلع بعد الساعة 11 أو 12 بالليل. ده غير كمان إنك لو عايز تجيب مثلا حد من قرايبك أو حد جاي يزورك تدخله المدينة الجامعية، ده طبعا ممنوع تماما. بخلاف السكن الخارجي ممكن تاخد أوضة لوحدك ويبقى ليك راحتك وخصوصيتك. ممكن مثلا لو عايز تجيب حد يسكن معاك أو حد يعني يقعد معاك قريبك أو كده جالك في يوم مثلا أو صاحبك، مفيش اي مشكله. نقطه الراحه والخصوصيه فطبعا السكن الخارجي هيبقى افضل. وبرضه لو انت من نوعيه الناس اللي بتذاكر بصوت عالي زي حالاتي كده، مش هتعرف برضه تذاكر لو انت في المدينه الجامعيه. فزي ما قلت السكن الخارجي هيبقى افضل في حته الراحه والخصوصيه. رابع نقطه هنتكلم عنها وهي نقطه المذاكره. الحقيقه انا شايف ان المذاكره ما بتعتمدش على المدينه او السكن الخارجي، هو على حسب الناس اللي معاك. لو الناس اللي معاك كويسه وبتذاكر هتعرف تذاكر ايا كان المكان اللي هتسكن فيه. فنقطه المذاكره دي بترجع للناس اللي ساكنه معاك، فاختار الناس اللي هيسكنوا معاك بعنايه عشان ما تندمش بعد كده. خامس نقطه هنتكلم عنها وهي نقطه الامان والمسؤوليه. طبعا المدينه الجامعيه بيبقى فيه موظفين مسؤولين عن الاكل، وبقى فيه برضه موظفين مسؤولين عن التامين، وبقى فيه موظفين مسؤولين عن كل حاجه، فانت ما عليكش اي مسؤوليه. بخلاف مثلا السكن الخارجي، فانت اللي بتطبخ لنفسك، انت اللي بتغسل لنفسك، انت برضو اللي بتحمي نفسك لو تعرضت لاي حاجه. ففي نقطه الامان دي بالذات، ودي يعني تعتبر من اهم الميزات للمدينه الجامعيه. فطبعا نقطه الامان والمسؤوليه اكيد المدينه الجامعيه هتبقى افضل، ولكن يعني برضو ممكن تبقى ميزه في نفس الوقت للسكن الخارجي، لان انت برضو بتتعلم مهارات زي انك هتتعلم تغسل لوحدك، هتتعلم تعمل اكل لوحدك، يعني هتتعلم حاجات كتير جدا مش هتتعلمها في المدينه الجامعيه. فدي نقطه نسبيه يعني، ولكن طبعا تبقى الافضليه في الامان للمدينه الجامعيه. في برضه ميزه في المدينه الجامعيه ما قلناش عليها وهي القرب من الجامعه. معظم المدن الجامعيه زي مثلا جامعه الازهر هتلاقي المدينه لازقه في الجامعه على طول، فانت ما بتاخدش يا دوب دقيقتين ثلاثه وتكون واصل للجامعه. بخلاف مثلا السكن الخارجي بيبقى فيه مشوار طويل، او حتى ممكن كمان تركب مواصلات عشان تروح للجامعه. اخر حاجه وهي رايي الشخصي، لو بنت فالافضل لها طبعا هي المدينه الجامعيه عشان حته الامان دي بالذات، لان السكن الخارجي طبعا مفيش حاجه مضمونه، فالمدينه الجامعيه افضل للبنت عشان نقطه الامان. اما بالنسبه للولاد فلو مقتدر ماديا وما عندكش مشكله في نقطه المصاريف، فالسكن الخارجي هيبقى افضل لك. اما طبعا لو في مشكله في نقطه المصاريف، فالمدينه الجامعيه طبعا هتبقى افضل. وفي النهايه برضو عايز اقول ان مفيش حاجه مناسبه للجميع، انت بتشوف المميزات والعيوب وبتقيسها على ظروفك وبتشوف الافضل ليك. ودمتم في امان الله.